عندي بطولة بكرة زي ما تقول كده. اتفاجئت ان انا عندي بطولة ومحتاج ان انا احضر للبطولة دي كويس. واكتر حاجة بتؤرقني هي ان انا العب افتتاح صح، لاني مش بعرف اطلع من الافتتاح كويس. لا، ده انا هديك في الفيديو ده بس بمجرد ما تسمع ال 15 دقيقة دول هتقدر انك تلعب افتتاح صح، وبعد الافتتاح كمان هتبني هجوم قوي. في البداية بس بفكرك، لو انت اول مرة تتابعنا متنساش تعمل اشتراك في القناة. الافتتاح ببساطة انا هوريك سيستم. يعني ايه سيستم؟ يعني ايا كان خصم هيلعب ايه انا هلعب نفس الكلام هو. انا هبدا الدور بالابيض ان انا هلعب اول نقله نقله الدي 4. وهنا ايا كان خصم هيلعب ايه غالبا هو هيلعب دي 5. ساعتها انا بنتشر بالحصان، بينتشر بالحصان. وفي الموقف ده انا مش بخرج بالفيل بتاعي، يمكن من اكتر النقلات اللي بتتلعب، ولكن في الموقف ده انا هلعب اي 3. هزيح البيضة عادي خالص، هيلعب اي 6. الافتتاح ما يبينش ان هو افتتاح هجومي، ولكن هتشوفوا ازاي ان انا ممكن اخلص الدور بعد الافتتاح على طول. في الموقف ده انا بلعب بيشوب دي 3، بنتشر بالفيل في الوتر القوي ده. بعد شويه يبقى فيه هجوم على مربع الاتش 7. في الموقف ده بيكمل ان هو بيلعب سي 5، بيهاجم على طول على مركز الرقعه. وهنا اول ما تشوف خصمك على طول لعب سي 5 العب على طول بي 3. دي نقطه لازم تحفظها، من النقط البسيطه اللي انت محتاج تحفظها عشان بس امنع ان هو يزيح البدء تاني. فبالتالي اضطر ان انا ارجع بالفيل لورا، ولكن الفيل ده انا عايز استخدمه في الهجوم. بيكمل ان هو بيلعب نايت سي 6، وهنا انا بكمل ان انا بلعب بيشوب بي 2. بخرج بالفيل في الوتر القوي ده. شايفين الافيال دي بعد شويه هتعمل بلاوي. في الموقف ده الاسود عنده حل من اتنين: يا اما يبقى لاعب غلبان يقول لك يا عم ده اللي قدامي مش بيعرف يلعب انا هكمل عادي هلعب بيشوب اي 7 وهكمل انتشار. او يكون لاعب طموح بيبص لقدامه وبيفكر ان هو لا انا مش هلعب بيشوب اي 7، ده انا عندي خطه حلوه هي ان انا العب بيشوب دي 6 وبعدين ابيت وبعدين اجي بالرخ وبعدين احضر نقله الاي 5. تعالوا نشوف اللاعب الطموح ده الاول. بيشوب دي 6 هرد عليها ازاي؟ هكمل عادي ان انا هبيت قصير، هيبيت وهنا انا هنتشر بالحصان بتاعي. خلي بالكم اني نفس اللعب ده انا هلعبه لو لعبت مع اللاعب الغلبان اللي بيلعب بيشوب اي 7، ولكن انا هوريكم ازاي الفكره بتاعت الاسود اصلا مش بتنجح. لو فكر في الموقف ده الاسود ان هو يلعب روك اي 8، يجي بالرخ عشان يحضر نقلة الاي 5. النقلة دي مش كويسة. ليه مش كويسة؟ لاني انا كده كده الخطة بتاعتي اصلا ان انا هلعب دلوقتي نايت اي 5، وهتبدأ بقى تشوف الهجوم القوي، لاني انا بنط بالحصان عايز العب اف 4 وهيبدأ الهجوم دلوقتي. في الموقف ده انت عايز تكمل انتشار، ممكن تفكر هنا انك تاكل بيدق في بيدق. طبعا الخطة بتاعتي ايه ايا كان اللي هيلعبه دلوقتي، انا الخطة بتاعتي ان انا عايز العب اف 4. بعدين ممكن افكر ان انا اخرج بالوزير من هنا واجي بالوزير هنا طالب ان انا اديله كشات متات، او ان انا بعد الاف 4 ان انا اجي بالوزير، اجي بالوزير اطلع بالرخ واطلع بالرخ وبرضه طالب ان انا اديله كشات متات. او بعد نقله الاف 4 ممكن كمان افكر ان انا العب نقله النايت اف 3، انط بالحصان بعدين ممكن زي ما قلت لكم برضه لفه الوزير او لفه الرخ. فبالتالي ما تستهترش بالهجوم ده، وهديكم دلوقتي ازاي ممكن الهجوم ده يخلص الدور مباشره. في الموقف ده ممكن يفكر ان هو ياكل بيدق في بيدق، باكل بالبيدق. يلعب مثلا كوين سي 7، يحاول ان هو يضغط على البيدق. اول ما تشوف ان خصمك بدأ ان هو يضغط على البيدق يلعب كوين سي 7 ويضغط على البيدق، على طول انا حافظ ان انا بدعم الحصان بتاعي بنقلة الاف 4. نايت دي 7 هنا بيمشي بالحصان، بيفكر ان هو يحاول على قد ما يقدر ان هو يخلص من الحصان ده. نقلة بسيطة انا بمشي بالحصان من جنب الملك مؤقتا عشان اخلص من الحصان الرخم ده، ولكن على طول اول ما الحصان يمشي القط كده ان الملك بقى ضعيف. في الموقف ده انا بكسب الدور مباشره. انت ممكن توقف وتحاول تجيب المكسب للابيض هنا. انا بكسب الدور في الموقف ده ان انا بلعب فيل في بيدق كش ملك، ياكل بالملك، بديله كش بالوزير، يمشي بالملك. وزير في بيدق بكش طالب الملك وطالب الرخ، خلي بالكم الرخ مش محمية. يمشي بالملك وهنا انا مش باكل الرخ ولكن كمان عندي نقله اقوى، وهي ان انا العب روك اف 3 طالب ان انا اجي بالرخ وساعتها اديله كش مات. الكش مات دي ملهاش حل. فبالتالي في الموقف ده بعد ما بنتشر بالحصان النقله المنطقيه اللي هي الراجل الطموح ان هو يجي بالرخ ويحاول ان هو يحضر ان هو يزيح البيدق. الفكره دي مش بتنجح لاني بلعب نايت اي 5 وبعدين اف 4. النقله المنطقيه الثانيه ان هو يلعب بي 6، يقول له خلاص انا مش هحضر نقله الاي 5 ولكن انا هلعب بي 6. الفيل خلاص ما بينتشرش من هنا، فبالتالي بلعب بي 6 عايز العب بيشوب بي 7. ساعتها انا بكمل ان انا بلعب نايت اي 5. ايا كان خصمه هيلعب ايه انا بلعب برضو نفس الكلام، بنط بالحصان ضاغط على الحصان بتاعه. فبيفكر هنا ان هو يلعب كوين سي 7،
يجي بالوزير يضغط اكتر على الحصان. وهنا انا ممكن افكر ان انا اكمل عادي، ان انا العب اف 4 بنفس الافكار هي ان انا عايز اجي بالوزير هنا، وعايز اجي بالرخ هنا، وعايز الف بالحصان هنا. كل الافكار الهجوميه دي تخليك تكسب الدور بسهوله. ولكن في الموقف ده خلي بالك ان ساعات الفيل دوا اللي انت شايفه متغطي ب 500 قطعه، ساعات المارد دوا بيخرج وبقدر ان انا اعمل بيه هجوم قوي. يعني مثلا في الموقف ده عشان هو مشي بالوزير وسايب الحصان بتاعه مش محمي غير بس بالبيدق، ممكن افكر في الموقف ده ان انا الاول اكل حصان في حصان، وكده انا خلصت باول قطعه قافله الوتر ده. ياكل بالوزير، اكل بيدق في بيدق، وكده انا خلصت من تاني قطعه قافله الوتر ده. وبعد ما يكمل ان هو ياكل فيل في حصان، ياكل بالبيدق، وطبعا دلوقتي الملك بقى ضعيف جدا. بكمل هجوم طبعا ان انا بدخل اهم قطع هجوميه اللي هي الوزير، فببدا ان انا اخش بالوزير. دلوقتي انا طالب ان انا اكل وزير في بيدق بكش مات، فبالتالي افضل نقله هي انه يلعب اف 5. وهنا انا عندي طرق كتير ان انا اكسب بيها الدور، منهم مثلا ان انا العب جي 4 واحاول ان انا افتح الدور مباشره، طبعا ما بيقدرش ياكلني والا بياخد كش مات. او النقله الاسهل هي ان انا اديله كش بالوزير، يمشي بالملك، كش بالوزير، كده انا ضمنت ان الملك بقى محبوس. ونرجع تاني للفكره القديمه ان انا العب اف 4، طالب ان انا العب روك اف 3 وبعدين اجي بالرخ من هنا اديله كش مات، فبالتالي بقدر ان انا اكسب الدور بسهوله. كل ده لو خصمي كان طموح وفكر ان هو يلعب بيشوب دي 6. طيب تعال نفترض بقى ان انا خصمي غلبان شويه ولعب بيشوب اي 7، مش بيفكر في اي افكار هجوميه ان هو يلعب مثلا نقله الاي 5. ساعتها انا بكمل ازاي؟ بنفس الطريقه هي ان انا ببيت قصير، يبيت، انتشر بالحصان في مربع الدي 2. وهنا هو بيحتاج ان هو يفتح للفيل بتاعه. زي ما قلت لكم هو خلاص ما لعبش بيشوب دي 6، فبالتالي نقله الاي 5 ما بقتش متاحه وما ينفعش اصلا يفكر فيها. فبالتالي الفيل منطقي ان هو يخرج من مربع البي 7، فبيفكر ان هو يلعب بي 6. هكمل ازاي في الموقف ده؟ نفس الخطه هي ان انا بلعب نايت اي 5، بنط بالحصان، محضر ان انا العب نقله الاف 4، محضر ان انا امشي بالحصان، امشي بالوزير، امشي بالوزير، اطلع بالرخ، اطلع بالرخ، هجوم قوي. وفي نفس الوقت طبعا انا طالب الحصان بتاعه. فبالتالي هنا بيفكر ان هو يلعب بيشوب بي 7، ان هو يجي بالفيل ويحمي الحصان. لو فكر في الموقف ده خصم ان هو ياكل حصان في حصان، ممكن حد يسأل السؤال ده، طب لو كل حصان في حصان؟ لا، ببساطة انا باكل بالبيدق، بطرد الحصان بتاعك من مكانه، تضطر انك تمشي بالحصان. وطبعا لما مشيت بالحصان الملك بقى مفيش اي قطع بتحميه، الرخ هنا ما يعتبرش ان هي بتحمي الملك، والحصان مشي من المربع المهم ده. وكمان معايا بيدق هنا مانع الحصان للابد ان هو يرجع ويدعم الملك. فبالتالي في الموقف ده بقدر ان انا اكمل هجوم بسهوله، ان انا العب كوين جي 4 او ان انا العب كوين اتش 5. برضه عندي افكار تاني ان انا ممكن افكر ان انا العب اف 4، روك اف 3، روك اتش 3، او ان انا ممكن كمان العب بعد ما اطلع بالوزير ان انا انتشر بالحصان واحاول برضه ان انا اكمل هجوم بالحصان بتاعي. فبالتالي عندي هجوم قوي. لو فكر هنا خصمي ان هو ياكل حصان في حصان، فبالتالي النقله المنطقيه ان هو يلعب بيشوب بي 7، ينتشر بالفيل ويحاول ان هو يدعم الحصان بتاعه. اف 4 النقله اللي احنا متعودين عليها، ان انا انتشر بالبيدق، ادعم الحصان واحضر الهجوم القوي ده. في الموقف ده ممكن خصمي يفكر برضو ان هو ياكل حصان في حصان، ما عنديش اي مشكله. ساعتها انا مش باكل بقى بالبيدق دوا، لا، ساعتها انا باكل بالبيدق ده، فتحت للرخه بتاعتي برضو نفس الكلام، بطرد الحصان. الحصان بيمشي وممنوع للابد انك ترجع في المربع ده، فبالتالي انت بتسيب الملك لوحده. وكمان انا رخ بقت سريعه ان هي تخش وتهاجم على الملك، بالاضافه ان انا وزيري في نقله واحده بقى بيهاجم. فبالتالي في الموقف ده يعني انت لو وصلت للدور دوا انت اكيد كفيل انك تخلص الدور دوا بالابيض. فبالتالي بعد نقله الاف 4، النقله المتوقعه للاسود انه هنا يلعب روك سي 8. خلي بالك في الموقف ده لو فكر هنا خصمك ان هو ينط بالحصان ضاغط على الفيل، اوعى تسيب له الفيل في الموقف ده. اوعى تفكر مثلا انك تلعب كوين اي 2 تحاول انك تحمي الفيل بتاعك، لانه ساعتها هو بياكل الفيل، والفيل الابيض دايما هو اهم قطعه هجوميه. لو خسرت الفيل صعب انك تكمل هجوم. فبالتالي لو عمل حاجه زي كده انا برجع بالفيل، النقله اللي بعديها يلعب مثلا اي حاجه، ساعتها انا بزيح البيدق، بقول له لو سمحت ارجع مكانك، يرجع بالحصان، وبعدين بخرج بالفيل. ولكن ممكن يكون خصمي لئيم شويه او دارس يعني، فبيفكر ان هو لا، هيجي بالرخ الاول. في الموقف ده اوعى تغلط وتلعب اي حاجه مثلا زي انك تمشي بالملك، لان ساعتها بينط لك بالحصان. الاول بياكل بيدق في بيدق، سوري، بفكره انك اول ما بتاكل بالبيدق ساعتها هو فتح للرخ، ودلوقتي بينط بالحصان، هات الفيل. وللاسف الفيل مش بيقدر ان هو يمشي لان البيدق
هيبقى مطلوب بقطعتين مش محمي غير بس بقطعة واحدة، فبالتالي انت مضطر في الموقف ده انك تتخلى عن الفيل بتاعك، وساعتها هيبقى قدر ان هو يدافع بقوة عن الملك بتاعه. ولكن في الموقف ده اول ما تشوف خصمك لعب روك سي 8، من الحاجات القليلة اللي انت محتاج تحفظها انك على طول العب اي 3. ممنوع انك تنط بالحصان هنا. عايز تفتح العمود، اهلا وسهلا، انا بفتح العمود مطمن على الفيل بتاعي ان هو واقف في الوتر القوي ده. بيكمل في الموقف ده الاسود ان هو بيلعب نايت دي 7. ممكن هنا يفكر برضو ان هو طبعا مشكله نايت دي 7 اني ممكن افكر ان انا اكل حصان في حصان واكل بيدق في بيدق، ويبقى ساعتها الفيل دوت فتح له. ممكن خصمي هنا يبقى لئيم اكتر ويفكر ان هو ياكل بنفسه الاول بيدق في بيدق، بفكره ان هو لو كل بالبيدق ساعتها انا لما باكل بالبيدق كده خلاص ما تحلمش بقى ان الفيل الابيض بتاعي او سوري الفيل الاسود بتاعي خلاص هيقدر ان هو يسيطر على الوتر ده. خلاص الفيل تقريبا اتحبس للابد ورا البيدق، ولكن برضه ما زال الفيل ده قوي. يعني مثلا في الموقف ده لو فكر ان هو يلعب نايت دي 7، يمشي بالحصان، يحاول ان هو يكسر الحصان دوت. ساعتها انا بكمل ان انا بلعب كوين اي 2، بنتشر بالوزير، طالب ان انا اجي بالرخ. برضو عندي افكار هي ان انا العب نايت اف 3، او ان انا اجي بالرخ واجي بالرخ، بعدين ممكن بعديها العب نايت اف 3، بعدين ممكن افكر ان انا اجي بالوزير من هنا، او ان انا اطلع بالحصان الاول في المربع ده، بعدين افكر ان انا اجي بالوزير. فبالتالي انا عندي افكار هجوميه كتير، كل القطع اوريدي مشاركه في الهجوم بسهوله جدا. ولكن النقله المتوقعه في الموقف ده ان هو بيلعب اف 6 ويحاول ان هو يطرد الحصان، لان هو لو فكر ان هو ياكل حصان في حصان فساعتها انا باكل بالبيدق. نفس الكلام، هجوم قوي جدا، البيدق واقف هنا مانع اي قطعه دفاعيه تقف جنب الملك، فبالتالي هجوم قوي. فبالتالي النقله المنطقيه انه يلعب اف 6، يحاول ان هو يطرد الحصان، يجبرني ان انا اكل حصان في حصان، وساعتها بياكل بالوزير ويحاول ان هو يجي بالرخ دي، او ان هو يجي بالرخ ويرجع بالفيل، وفي وقت من الاوقات يحضر ان هو يلعب نقله الاي 5. ولكن في الموقف ده محضر لكم نقله قويه، انك في الموقف ده مش بتكسر حصان في حصان ولا بترجع بالحصان، يعني بعد نقله الاف 6 برضه مش بترجع بالحصان، ولكن في الموقف ده بتلعب نقله قويه، نقله نايت جي 6. بنط بالحصان بقول له هات الرخ بتاعتك، وفي نفس الوقت انا حصاني هنا متامن، لانه لو فكر ان هو ياكل الحصان فساعتها انا باكل وزير في بيدق بكش ملك الاول. طبعا لو فكر ان هو يغطي بالرخ فانا باكل فيل في بيدق ضاغط على الرخه بتاعته، وبرده هجوم قوي. ولو فكر طبعا ليه هجوم قوي، لان الوزير ما بيقدرش ان هو يجي يدافع، لاني ببساطه باكل فيل في رخ وبعدين باكل وزير في حصان، ببقى كسبان اوريدي في الموقف ده. فبالتالي في الموقف ده لو خصمي لئيم شويه ان هو ياكل الاول بيدق في بيدق عشان يقفل على الفيل بتاعي وبعدين يرجع بالحصان، عرفنا هرد ازاي. ولكن في الموقف ده ممكن خصمي يبقى غشيم شويه ان هو يرجع بالحصان على طول. مشكله رجعه الحصان على طول دايما خلي النقطه دي في دماغك، ان الفيل دوا هو المارد اللي ساعات بيتفتح له، لان في الموقف ده انا ممكن اخلص من الحصان بتاعي وكمان اخلص من البيدق، وساعتها الفيل ده هيبقى قوي جدا. في الموقف ده فعلا انا باكل حصان في حصان، وكده انا خلصت من اول قطعه، بعدين باكل بيدق في بيدق، وكده انا خلصت من تاني قطعه. وفي الموقف ده تخيلوا انا بقدر ان انا اكسب الدور. ازاي بكسب الدور؟ ان انا باكل فيل في بيدق بكش ملك، ياكل بالملك، بعدين بديله كش بالوزير، يمشي بالملك، وبعدين باكل فيل في بيدق تاني. ضحيت بالفيلين بتوعي. طبعا دلوقتي انا طالب ان انا اديله كش مات، لازم يفكر ان هو ياكل ملك في فيل، وساعتها انا بمشي بالوزير بكش ملك. بقول له انت قدامك حل من اتنين، يا اما تخش بالملك هنا يا اما تطلع لي بالملك لفوق. لو طلعت بالملك لفوق انا بمشي بالوزير بديك كش مات في واحد، انت لازم تخش بالملك في العمود ده، وساعتها انا بطلع بالرخ طالب ان انا اديك كش مات، وبقدر ان انا اكسب الدور بسهوله. ولكن السؤال المهم دلوقتي، هل بعد نقله الاي 3 اللي هي النقله الثالثه هل خصمي مجبر ان هو يلعب نقله الاي 6 ويقفل على الفيل بتاعه؟ لان ممكن حد يقول لك طب ما هو النقله المنطقيه إيه اللي يخليه يلعب اي 6 ويقفل على الفيل وساعتها الفيل بتاعه هيبقى قوي في الوتر ده؟ لا، ممكن خصمي يفكر ان هو ينتشر بالفيل ويجي يربط الحصان بتاعي. لا، في الموقف ده انا عندي نقلات قويه، ابسطهم ان انا العب اتش 3، اقول له لو سمحت انت جايب الفيل هنا تعمل ايه؟ طبعا لو فكر ان هو ياكل فيل في حصان فساعتها انا باكل بالوزير، وطبعا هيبقى معايا تفوق فيلين مقابل ان هو معاه فيل وحصان، يعني لسه بنقول يا هادي في الدور واوريدي انا معايا تفوق. فبالتالي النقله المنطقيه هي ان يرجع بالفيل لورا، وساعتها انا بلعب جي 4 بزيح البيدق تاني، بقول له الفيل بتاعك جاي هنا يعمل ايه؟
تفكر انك تمشي بالفيل، وساعتها انا بكمل هجوم على الفيل الضعيف ده، ان انا بنط بالحصان بقول له دلوقتي انا ضاغط على الفيل. لو فكرت انك تزيح البيدق في اي وقت من الاوقات فساعتها انا باكل حصان في فيل. لو فكرت في الموقف ده انك تمشي بالحصان وتحاول انك تطرد الحصان بتاعي بسرعة، فساعتها انا بلعب اتش 4 طالب ان انا ازيح البيدق تاني. طبعا لو فكرت هنا انك تاكل حصان في حصان، فانا باكل بالبيدق ضاغط على الحصان بتاعك، ومش بس ضاغط على الحصان كمان بكمل في التهديد القديم ان انا ازيح البيدق. هات الفيل بتاعك، الفيل ملوش غير المربع ده، وساعتها بلعب اف 3، الفيل اتحبس وساعتها كسبت قطعه. فبالتالي نقله النايت بي دي 7 مش افضل حاجه. ممكن يفكر هنا خصمي ان هو يلعب اي 6 ويحاول ان هو يكمل انتشار بباقي القطع. ساعتها برضو بكمل في نفس الفكره ان انا العب اتش 4 طالب ان انا ازيح البيدق تاني، وساعتها ابقى حبست الفيل بتاعك لان الفيل ملوش غير المربع ده، وساعتها انا بلعب اف 3 والفيل اتحبس. فبالتالي في الموقف ده انت مضطر انك تلعب اتش 5 او انك تلعب اتش 6. في الحالتين ساعتها انا باكل حصان في فيل، اول ما البيدق ده يتزاح على طول باكل حصان في فيل، تاكل بالبيدق. وبعدين عايز اخلص من البيدق ده ان انا بزيح البيدق، بطرد الحصان بتاعك، وساعتها البيدق ده هو ضعيف جدا. بعد ما بيمشي بالحصان مثلا هنا ساعتها انا بلعب بيشوب دي 3. دلوقتي انا طالب البيدق، والبيدق ده هو صعب انك تحميه، يعني لو فكرت انك تيجي بالملك فساعتها انا بلعب كوين اف 3 كش ملك اطرد الملك، وساعتها انا باكل فيل في بيدق. ولكن المشكله اللي انت هتسالها دلوقتي لنفسك هو خلاص طيب انا عرفت ان انا ازاي العب بالابيض، ولكن لو خصمي هو اللي بيلعب بالابيض هقدر ازاي ان انا العب ضده؟ جبت لك افتتاح تقريبا كل نقله بفخ. تقدر تتفرج على الفيديو ده، متنساش تدعمنا بلايك، اللايك بيساعدنا ان احنا نوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير ان شاء الله، الى اللقاء.